انا ما كنتش متوقع الصدمه دي. واحد من اكتر مسلسلات السنه المنتظره لمنصه ابل تي في، مسلسل سموك، واللي قصته عن ديف مفتش الحرائق مع زميلته كالديرون محققه الشرطه، بيتبعوا اتنين مجهولين بيسببوا حرائق متتاليه ودمار في المدينه لاسبابهم المختلفه، وما عليهم الا اثبات ذلك بالادله حتى وان كانت صغيره. مسلسل جديد من صناع مسلسل بلاك بيرد اللي كان ليه نجاح ساحق في 2022 ومن بطوله نفس الممثل تارين ايجرتون. اكتر حاجه عجبتني في المسلسل ده ان هو يعتبر عالم منفصل وزون خاصه بيه. يعني الحاله اللي اتقدمت معانا في المسلسل ده من الهومه والهوس بجرائم الحرائق كانت بالنسبه لي شيء ممتاز، وازاي فعلا لكل الناس اللي بيشتغلوا في الشغلانه دي لكل منهم مدخلهم الخاص، سواء من طفولتك او ماضيك اللي ممكن يحدد مصيرك لبقيه حياتك، وازاي انها اقرب لمسمى، انها اقرب لطائفه سواء من متسببين الحرائق دي او من المفتشين الخاصين بيها. وانا مصدوم اني بقولها بالشكل ده، ولكن المسلسل اجمالا كان احباط بشكل كبير، لان عامل المتعه بشكل عام او مزيج الغموض والتوتر هو كان موجود بس للحظات وثواني، وبعدين بنرجع للملل والاداءات التمثيليه اللي كلمه باهته وصف قليل عليها. انا ما افتكرش ان انا كرهت بطل او بطله لمسلسل جريمه وغموض بالشكل ده، سواء من الكتابه السيئه او التمثيل اللي يخليك تتقفل من وجودها، ومن الحلقه الاولى اللي يخليك تقول بعنوان خلاص بقى بس كفايه. اوفر اول المفاجاه والصدمه في المسلسل ده كانت هي عامل النظره، وازاي متسبب الحرائق دي هيواجه نفسه في النهايه بعد ما يكتشف حقيقه نفسه الوهميه اللي كان بيبنيها على مدار الاحداث. علاقات الاسره او الماضي بشكل عام دي كانت اكتر حاجه بالنسبه لي انا مستثمر فيها، وكنت اتمنى نشوف منها مساحه كبيره لانها ليها علاقه بشكل مباشر لاحداثنا في الوقت الحالي او لشخصياتنا بشكل عام. والحلقه الاخيره خلتني اخرج متعصب بشكل انا ما كنتش متخيله بعنوان هو في ايه يا جدعان، مش عشان مثلا النهايه دي مثلا اللي انا كنت مش متخيلها او حتى النهايه اللي انا كنت منتظرها بشكل شخصي، ولكن لان الحلقه الاخيره دي تعتبر ما قبل النهايه، مش سيزون فينالي خالص.